في شعوب تتعلم المبيعات بالدورات، أما السوريين بيتعلموها من السوق مباشرة. من زمان والسوري معروف إنه تاجر بالفطرة، من أسواق دمشق القديمة لأسواق حلب. مبيعات كانت جزء من الحياة اليومية. الطفل الصغير بيتربى وهو بيسمع لغة البيع والشراء، بيشوف كيف الزبون ما بيرجع إلا إذا لقى صدق ومرونة بحديث البياع. مهارة المبيعات عند السوري مو بس كلمات حلوة، هي خليط من ذكاء اجتماعي، سرعة بديهة، وفهم عميق لنفسية الزبون. بيعرف كيف يحكي القصة حول المنتج، وبيعرف إمتى بيسكت وإمتى بيضغط، وبيعرف كيف يحول الزبون من مهتم إلى مشتري حقيقي. من منظور تسويقي، السوري عنده قدرة يخلق علاقة مو صفقة. الزبون عنده ما بيشتري مرة واحدة، بالعكس بيرجع وبيصير عميل دائم. كل هالشي مو لأنه درس نظريات البيع، بل لأنه مارسها يوميا وتوارثها عبر الأجيال. الدرس الكبير، المبيعات مو بس تكنيك، هي فن بناء ثقة، والسوريين أثبتوا أنهم بيقدروا ينجحوا بنفس المهارة بأي بلد، لأنه الزبون بالنهاية بيشتري من شخص بيعرف يقرأ، مو من شخص قرأ كتاب وما عرف يطبقه.